وإنه شافوا كانت الكنيسة مثلا تفجرت وهلأ صارت شيء أحلى وعم يزبطوها هي، فكتير انبسطوا فيها. هي المغارة من 4 أقسام. أول قسم هو قسم الزينة، بعدين في قسم الشجرة، بعدين في قسم الضيعة، وهذا آخر قسم محل ما ولد السيد المسيح، يعني مثل بيت لحم. في هون تمثال السيد المسيح والعذراء والمجوس والريان. هلا اكثر شيء عجبني بالشغل هو شغل الورق. مثل ما انا شايف انت، نحن بنأسس قفل الورق، شيء لنسند الورق عليه، نحن بنوصل ورق بنسند ورق. هذا اكثر شيء عذبنا. ومثل ما انا شايف الزينه وما زينه اخذت معنا وقت كتير، وكان في تعاون كتير فيها للزينه لقدرنا نخلصها. وقت طويل بس كان في عالم كتير عم تساعدنا، يعني لانه الكشاف هو غير كل شيء. الكشاف هو بيت تاني ضمن الكنيسة، بيقربنا من بعض، بيعلمنا كيف نكون ماشيين على خطة المسيح. نحن الكشاف علمنا، الكشاف أسسنا، الكشاف كان إلنا مثل بيت تاني، وكانوا الشيوخ الكبار كانت إلنا مثل أهل. اشتغلنا بمحبة دائما طبعا، لأنه يسوع المسيح بدنا نكون محبين. اشتغلنا بمحبة وتعاوننا كلياتنا سوا لحتى نقدر نعمل هاي المغارة لنفرح قلب الأولاد والصغار ونحسسه إنه في عيد ونهيئ لمجيء المسيح. الكشاف بده يانا نعطي رسالة محبة تعاون، لأنه نتعاون عشان نخلص الشيء بمحبة ونقدر نعمل. يعني نحن لو ما تعاوننا هلأ كلياتنا سوا ما كنا خلصنا هذا الشيء العظيم. هلا كان فتح المغارة عن جد كان كتير رائع، من جهة عزف لزينة للفتش، كان كتير يعني كانت العالم مبسوطة، الأولاد كتير مبسوطة. وكان يعني كمان كان عيد البربارة بنفس الوقت، كان كتير كتير العالم كانت مبسوطة، وإنه شافوا كانت الكنيسة مثلا تفجرت وهلأ صارت شيء أحلى وعم يزبطوها هي، فكتير انبسطوا فيها. كان كتير حلو، كان في كتير تعاون، كتير انبسطنا، كتير انبسطوا الأولاد الصغار. عزفنا رحلة بابا نويل، ضوي، وعزفنا ليلة الميلاد وليلة عيد. 21 سنة عم نعطي مغارة بكل حب وعطاء، بتطلع من قلبنا لحتى كل العالم تحس بشعور الميلاد والفرح.